صباح الخير يا حلوين. آه كالعادة بشكر الحبايب الطيبين اللي بيغمروني بتعليقاتهم الحلوة ومتابعتهم وخفتهم دايما الموجودة على القناة. بقول لكم شكرا، وربنا يجعلها رحلة شفا وسلام وونس ومشاركة جمال وحلم بينا يفتح عينينا دايما. معلش يسامحوني على صوت المروحة. المروحة دي مزعجة كده وانا مش عارفة الاقي بديل بصراحة. الشباك لوحده مش جايبها، والمروحة الأقل إزعاجا صوتها عالية قوي بتبردني. صباحكم حلو يا حلوين. تعالوا النهاردة نعمل قراية عن علاقتك بالنار، بعنصر النار. يعني علاقتك بعنصر النار من بره اكتر، يعني علاقتك بيه شكلها عامل ازاي دلوقتي، وايه اللي ممكن يوطد العلاقة بينكم اكتر. وعاوزين نتكلم على ده من بره شوية، يعني علاقتك بعنصر النار نفسه من بره، مش من جوه جسمك وطاقة روحك. وفي النهاية هيعود على جوه، بس خلينا نحاول يعني نتكلم من بره اكتر. ماشي، تعالوا نختار بأرقام المرة دي. المجموعة الأولى اللي هتختار رقم 4. المجموعة التانية تختار برقم 1. معلش اني غبت كده، بس كنت بحاول اجيب الارقام بحدسي يعني او ماشي. تعالوا بقى هنبدأ مع مجموعة 1 اللي اختارت رقم 4. يا رب تكون المزيكا مظبوطة مع عشان انا غلبت من موضوع المزيكا ده. انا عن نفسي لما باجي اشغل الفيديو على الشاشة مبقاش سامعة اي مزيكا ورا. في ناس بتكتب لي وطي المزيكا لانها مزعجة، فمش ببقى فاهمة اوطي، هي اصلا مش ظاهرة على الموبايل، بيبقى صوتها مختلف. فحقيقي والله انا ما عارفة اميز امتى بتبقى عالية وامتى بتبقى واطية. فلو عالية خلينا نوطيها احتياطي برضو دلوقتي، مع انها هتعمل جو احسن من صوت المروحة المزعج ده، بس ماشي. تعالوا يا مجموعة 1 نسأل ونعرف ايه علاقتكم ايه شكل علاقتكم بالنار دلوقتي، بعنصر النار في حياتكم. Queen of Wands. علاقتك بالنار كويسة جدا. ثواني،
حاسة ان علاقتك بالنار نايت اوف ووندز، كوين اوف ووندز، ده انت يعني علاقتك بالنار كويسة جدا جدا. فور اوف ووندز نار برضو، وامبيرور. عشان اخترت رقم 4 يعني. علاقتك بعنصر النار كويسة جدا جدا. انت غالبا بتولع شمع كتير. ممكن تكون بتطبخ قدام البوتاجاز مثلا، فبتتعرض لعنصر النار. بتشوفه كتير قدامك يعني. ممكن مش عارفة اللمبة اللي بتعمل الضوء، ضوءها اه الضوء اتعدل. آم، ممكن ممكن تكون بتقعد احيانا في ال في اماكن مفتوحة وبتولع نار يعني. انت بتتواصل مع عنصر النار كويس جدا في حياتك، ده شيء هايل. تعالى نستوضح اكتر، ده بتعمله ازاي؟ حاجة غريبة هنا يعني. الكارت نازل لي ان انت بتتواصل مع القمر، والقمر بيديك نار. آه بي اللي بيتواصل مع الفيمينين انرجي بتاعتك، بيعمل لك نورترينج، طاقة نورترينج بس بالنار يعني. فاهم ازاي؟ اللي هو ده من جوه ماشي يعني، جت برضو من جوه، بس نقطة لطيفة اوي. طيب ايه كمان؟ ايه الشكل اللي بتتواصل بيه مع عنصر النار مباشرة في حياتك؟ banded abragonite life purpose. وانت بتشتغل helps you with your life purpose, especially if you have strayed from your path. The banded lines bring you back in line and keep you on track. The earthstone color grounding. ممكن تكون وانت بتشتغل بتولع شمعة. برضو بتولع شمع. آم، ده بيخليك توضح حاجات معينة في شغلك بتعملها. الصورة تكون واضحة ليك اكتر. بينقي لك ذهنك وبيديك دفعة يعني، بيشجعك كده، بيحمسك ان انت تشتغل. تمام. طيب
تعالوا نعرف اكتر. انت بتولع شمع وبتحاول ان انت تركز معاه او تعمل مديتيشن وانت قاعد جنبه. آه، ده شيء ده شيء عظيم، ده بيقوي عندك اتصالك بعنصر النار جدا. طب تعالوا كده بقى نشوف. بس النقطة اللي كانت غريبة عليا قوي ان الاتصال بالقمر بيقوي عنصر النار. طبعا هي كل العناصر مرتبطة ببعضها، بس القمر اكتر مية يعني. في النهاية المية هي مشاعر واتقاد، فسبحان الله يعني. آم، تعالوا كده نشوف روح النار، وتحديدا روح الشمعة اللي انا مولعها دلوقتي جد. عايزة تقولك ايه يا مجموعة واحد؟ روح الشمعة اللي انا مولعاها دلوقتي عايزة تقولك ايه؟ بتقولك اتصالك بيا بيقوي جدا اتصالك بالزمن، بفهمك للزمن، باطمئنانك جوه الزمن. وده هيخلي الوقت يكف عن مطاردتك. روح الشمعة اللي انا مشغلاها دلوقتي عايزة تقولك ايه مجموعة؟ بتقولك تحديقك آه، في اي شعلة شمعة تكون موجودة حواليك، او تشعلها خصيصا ليك يعني. ده بيخليك تكون قادر اكتر واكتر على فتح قلبك للحب وفهمك للحب. عايزة تقولك ايه تاني روح الشمعة دلوقتي؟ عايزة تقولك انها حاسة بحزن ما موجود في قلبك. وعارفة انك بتشتغل على الحزن ده، وبتحاول ان انت تفهمه وما تخافش منه وتحوله لأصله جواك. عاوزة تقولك ايه تاني روح الشمعة اللي انا مشغلاها؟ بتقولك انها بتلهمك وبتفكرك بكلام كتير انت وصلت له وقدرت تقوله لنفسك في اوقات وطمنت نفسك بيه. هي بتقدر تلهمك بت يعني بعارف عملية رش الإلهام كده. هي وقت ما بتتصل انت بشمعة بيحصل زي رذاذ إلهام كده، بيفكرك باللي جواك انت من كلمات اطمئنان.
انت عارفها كويس، لكن بتنساها وبننساها كلنا وقت الصعوبات. تقولك ثواني، بتقولك ايه تاني؟ مجموعة واحد. بتقولك جوه الشمعة في spirits، ملهمات، ميوزس كتير، بيقدروا انهم يحضروا، كل على حسب طاقتك وترددك في الوقت اللي بتشعل فيه الشمعة دي، بيكونوا حاضرين معاك و بيحاولوا يلهموك، فتذكر ده يعني. عايزة تقولك ايه تاني؟ روح الشمعة اللي انا شغاليها دلوقتي عايزة تقولك ايه تاني؟ عايزة تقولك ان هي، او ان السبيريتس دي بتلهم طفلك الداخلي جدا، وبتقدر توصله وتتواصل معاه وتنعيشه تاني جواك. تحس قد ايه انت محتاج، طفلك ده محتاج للتواصل والنعومة والدفى بتاع اتقاد الشمعة. ايه كمان عايزة تقوله لك؟ السبيريتس دي من روح الزهرة، من روح الزهرة، من روح الحكمة اللي بتعيد إفهامك لفكرة التصويب، على جوهر روحك، بدلا من التصويب على أهداف انت فاكر ان انت بتقود نفسك إليها، لكن في الحقيقة انه الأهداف دي هي اللي بتقودك وبتجرك بعد كده انت وروحك وجسمك. السبيريتس دي بتساعدك تكون امبرور حقيقي، طاقة قيادية وملهمة بشكل حقيقي. الكارت ده غريب اوي. يعني البنت واقفة في وراها عربية ماشية عكسها، وهي ومعرفش في مركب طالع فوقيها فوق دراعها، اللي هو مش فاهمة هي، وهي بحسها تحت البحر اصلا، وبتلقي بالسهم
ومركزة قوي، يعني ما اللي هو ما مش واخدة بالها اصلا من اللي بيحصل حواليها من كتر ما هي مركزة، والتركيز جاي من الانغماس والحب لما تفعله، مش عشان اللي حواليها بيبصوا عليها يعني. ايه تاني عايزة تقوله لك؟ روح الشمعة اللي انا مشغلاها دلوقتي. كارت الايجل تاني تقولك انت بيج اوف وونز، انت ايجل، انت طاير ملهم ومشتعل ومتقد، بيقوم من رماده دلوقتي. و السبيريت اللي الايجل اللي بتحفزك دلوقتي ان انت تشوف الايجل اللي جواك بتبص عليك، ويمكن اتصالها بيكون اقوى معاك لما بتبقى متصل بالنار، شايف النار حواليك حتى لو صدفة، حتى لو زي ما بقولك بمولع البوتاجاز، بتعمل قهوة، بتطبخ، معدي في الشارع فلقيت حد عامل راكية نار وبيتدفى بيها، حس النار حية، حيوية، وبتلهمك وبتحيطك، و ليها اتصال معاك، بتراسلك وانت بتراسلها. ايه كمان؟ تعالوا ناخد لكم كروت من الاول. ثواني هصور الكروت دي عشان لطيفة قوي. تعالوا بقى ايه ناخد لكم كروت من ديك تانية نعرف اكتر منها. ازاي قربك من النار واتصالك بعنصر النار نفسه بيأثر على جسمك. ازاي يا مجموعة واحد اتصالكم بعنصر النار بشكل مباشر هيأثر على جسمكم. اوكي، كروت نازلة ايه تجري. 189 كارت نزلوا تقريبا.
ده بيساعدك ترتاح اكتر يا مجموعة. واحد، بتساعد جسمك ترتاح اكتر، تنام احسن اعمق. آه جين 43 انك كمان لما هتنام اعمق وترتاح اكتر، ده هيخليك توصل لانك تسمع تعمل بريك ثرو كده وتسمع صوت روحك وحدسك. ده هيساعدك سواء راجل او ست انك تهتم بجسمك اكتر. مش بتكلم على مواضيع النظافة بس، بتكلم على الدلع بقى بتاع الجسم اللي هو ايه. والله راجل وست يا جماعة. طبعا لو ست انت شايفة، انا مش محتاجة اشرح لك. لو راجل ففي برضو حاجات يعني مش لازم تبقى غالية يا جماعة. لو رحتوا الحسين او خان الخليل هتلاقي حاجات طبيعية جميلة جدا جدا. وحتى في ناس بتعدي، يعني عندي في المنطقة في ناس بتعدي على البيوت بتبيع الحاجات دي حتى للأسر. لو انت أسرة مش واخد تروح الحسين مثلا او خان الخليلي او الاماكن ديت. النوع ده من المنتجات تلاقيه في كل موجود في كل الشرايح. تلاقيه في المولات، شركات طبيعية بتعمل منتجات طبيعية معينة موجودة هناك دايما. في الحسين هتلاقيه زي ما بقول كل المناطق. الناس اللي ما بتخرجش اصلا كتير بيعدي عليها ناس اصلا معاها منتجات لطيفة جدا. وعلى فكرة يعني انا من الناس اللي بحب قوي الحاجات اللي يعني يحب روائح المسك والزيوت الطبيعية وكده. ودي تقدر تجيبها من اي مكان، يعني مش شرط يبقى المكان الفلاني اللي هو غالي قوي، لا. يعني بتبقى على فكرة من الناس البسيطة بتطلع حاجات جميلة قوي. يعني في بنت عندي بتعدي عليا بتعمل حاجات طبيعية يعني جميلة عظيمة، يعني موهوبة ما شاء الله عليها. سواء كريمات او روايح. يعني مش عايزة اطول في النقطة دي، بس اقصد انه الجمال والريحة الحلوة هي اصلا جاية من الطبيعة. يعني مش عارفة برضو كان في مشهد كده عامله له شير منها مسلسل تركي، كانت البنت عامله برفيوم بايديها. يعني يا ريت انا كنت شاطره اقدر اعمل الحاجات دي، كان ما بعرفش. بس تركيب الزيوت والحاجات دي لما بيبقى جاي كمان من المناطق اللي زي خان الخليل، المناطق البسيطه، سبحان الله انا بحب بيبقى ليه يعني بيبقى ليهم كده التأثير بتاعهم واللي مش موجود في اي حتة يعني. طيب فانت لو راجل، مش مش قصدي برضو البرفيومز، مش قصدي الزيوت نفسها. يعني في زيوت كده عادي انت ممكن تستخدمها كراجل، تخليها معاك دايما. اللي هو النار هتقولك اكتر. انا طبعا معرفش طبيعتك، بس انت نفسك هتكتشف في نفسك كده حب الحاجات بسيطة جدا، عكس ما انت متوقع او اخدت على فكرة انه ايه ده، وانا هقعد زي الست كده احط مونوكير واتجمل واحط جسمي ومش عارف ايه.
لا لا. آه الفكرة ان انت بتبني بس نفس الطاقة، يعني نفس الطاقة بتوصلك او بتتواصل معاها، ولكن من خلال ادوات تانية بس مش اكتر. alone time. الكارت ده بيحسسني ان اتصالك بالنار بشكل مباشر بيخليك آم، بيخليك اللي هو حواليك دايرة كده، اللي هو متسنتر جواك، حاسس بالانطلاقة والرحابة جواك اللي تخليك يعني لما بتيجي تعمل الحركة دي، الحركة اللي بترفع فيها الناس، بترفع فيها ايديها لفوق دي، بيحبوا حاسين في جسمهم بانفتاح ما كده. فاتصالك بالنار يخليك في اوقات لما تبقى قاعد لوحدك حاسس ان انت متسنتر مكتمل فوق. بص، القرص كامل بتاع الشمس ما هوش متغطي بسحابة ولا حواليه دوشة ولا اي شيء، جوه الموجة، يعني هي جسمها كله جوه الموجة ومتحوط عليه بدايرة. ورقم 2 طبعا ده اكيد معناه انه نازل. بص الكارت تحتيه كارت الامبرور وجنبه النورترينج بتاع مونستون. فكرة ان انت بتتصل بال بطاقتك الأنثوية أكتر من خلال النار. حاجات مرتبطة ببعضها سبحان الله. آخر حاجة طبعا أهم حاجة، بتنضف لك طاقتك. clean your space بتنضف لك طاقتك، بتنضف لك جسمك، بتنضف المكان حواليك، في أوضتك، في مكتبك، في نضف لك نفسك، نضف لك الهواء اللي بتتنفسه. اتصلوا اكتر بطاقة النار بشكل مباشر يا مجموعة 1 اللي اخترت رقم 4. وشكرا لكم، واشوفكم في قرايات تانية ان شاء الله. باي باي. اصور لكم باقي الكروت الجديدة اللي نزلت دي. طيب يا مجموعة 2، هنبدأ على 2، هنبدأ على 33. 33 تمام. رقمكم حلو اوي اللي هتبدأوا عليه. اللي اخترتوا رقم 1، مجموعة 2 اللي اختارت رقم 1. ثواني. غير المزيكا دي. يلا قولولي بقى مجموعة 2، ايه علاقتكم بعنصر النار بشكل مباشر؟ تتعرضوا لعنصر النار بشكل مباشر ازاي؟ علاقتكم بيه ايه؟ شكلها ايه دلوقتي يا مجموعة 2 اختارت رقم 1؟ ازاي تتعرضوا لعنصر النار دلوقتي؟ ايه هي شكل علاقتكم بعنصر النار دلوقتي؟ شفت انا غصب عني قلت عملت ازاي. حسيت كده بالظبط. كارت اداني الايحاء ده. انت بتخاف من النار. بتخاف من النار. فور اوف كابس. حاسه اللي هو ده الشكل اللي جواك، اللي هو النار بالنسبه لك بعبع. عارف اللي هو
زي ما عملت كده اول ما طلعت الكارت. رفض. و انت مش يعني بلايند. بلايند. مش شايف او مش قادر تحس اه انه يكون ليك علاقة مباشرة مع النار. رابط تاني، ارنب تاني. فيلد بوكو. ايس اوف بنتكلز. انت ارضي اكتر، يعني ترابي اكتر. يعني الكارت ده كان باين كده، اللي هو حسيت ان انت ترابي اكتر. يعني ما تحبش النار قوي، تحب الخضرة، الطبيعة. الرمل. طين. مم. انت خايف بتخاف من النار. في واقعة مثلا، او في حاجة حصلت في حياتك مثلا قبل كده، موقف حصل بينك وبين النار خلاك تخاف منها شوية. مم. يعني بتستخدمها جوه اطار مربعي مزنوق محزوق. يعني لو هو مثلا بتروح تولع البوتاجاز، وانت ايه يعني، انا مضطر اولع البوتاجاز، يعني فاهم زي اللي هو. غير كده ماليش فيها يعني. بتحكم عليها. بتحكم عليها، لا بتحكم على النار، يعني شايفها بصورة آه، خالية من الفرص يعني. وانا اقرب من النار ليه، اولع نار ليه؟ يعني آه، يعني ممكن تجيب حاجة وحشة، ممكن يحصل حاجة وحشة. ابعد عن شر النار وغنيله حاجة كده. تعالوا نستوضح اكتر. It's ground. Smoky quartz also. That's where these things lower every. بص بقى الكارت ده بيقولك انه اولا انت في يعني عندك عادة تفكير انه النار unhealthy، يعني شيء مش. ودي فكرة ضبابية جدا، اللي هو احنا اخيرنا نطبخ بالنار وزي ما قلت لك في الكام سطر اللي فات وانا بشرح. رغم ان النار هتعمل لك حالة تنظيف من عاداتك انت بقى، اللي ايه اللي هي مش صحية قوي، اللي انت ممكن تكون عاوز تتخلص منها. كمان هتخلصك من يعني لما تولع شمعة كده تحط ايدك عليها وتتواصل معاها، هتخلصك من ال الالكترومagnetic frequencies والمايكرويف
اللي هي بتبقى جاية من الميكرويف والحاجات اللي هي الالكترونيات اللي هي السيلفون والكمبيوترز. النار عنصر مطهر، ومن موكل من ربنا بإلهامنا وتنظيف أجسامنا يعني. ايه تاني يشرح لنا اكتر علاقتك مع النار؟ بتقلق منها، بتقلق منها صح؟ يعني لو انت مش طاقتك كده يبقى انت مش طاقة المجموعة دي. اعرف ان المجموعة دي مش بتاعتك، لانك بتقلق من النار حتى لو مش داري يعني يعني الطاقة اللي في المجموعة دي طاقة لا تتعامل مع النار اطلاقا باعتبارها مفيدة. ايوه طاقة طاقة بتحب الخضرة اكتر، بتحب الطبيعة، دي بالنسبة لها الطبيعة، لكن النار بالنسبة لها مش من الطبيعة. انت بتحكم على النار ان هي مش من الطبيعة حتى لو مش واعي على فكرة. طيب تعالوا بقى نعرف النار محتاجة تقولك ايه. النار اللي انت اللي انت يا مجموعة 2 ميجا فيها بالشكل ده محتاجة تقولك ايه. عايزة تقولك ايه، وخصوصا روح الشمعة، الشمعة اللي انا مشغلاها دلوقتي. عايزة تقولك ايه مجموعة 2 بخصوص طاقتك دي معاها، وعموما عايزة تقولك ايه. بتقولك انه في شيء مدخر ليك طاقة موجود في اي فليم نار تشعله وتخليه بالقرب منك. ده هيخليك تكتشف حاجات كتير قوي في مشاعرك وحواسك وبالتالي جسمك واحساسك. هتساعدك على الشغل لما تكون بتشتغل، هتساعدك على الشغل اكتر، على التركيز في الشغل اكتر. هتنقي الطاقات الراكدة حواليك. عايزة تقولك ايه كمان؟ تقولك انه ابتعادك او احجامك عن التواصل معاها ده جاي من حزن جاي من انغلاق كده بينك وبينها، داخلي بينك وبينها، وبالتالي ده مخليك في حالة تجذر زيادة. يعني الكروت طالع فيها كتير قوي الارض والجذور والاخضر. انت متجذر زيادة عن اللزوم، فانت محتاج ان انت تفور شوية من غير ما تتخلى عن تجذرك، بس
لان التجذر الزيادة بيتحول جمود وركود، ففي حزن متراكم جواك حاصل بسبب ان انت يعني جزء كبير منه انه انت في الحالة دي من التجذر الزيادة اللي النار ممكن لو تواصلت مع شمعة كده وقربت منها وخليت الشمع على طول حواليك وانت بتشتغل في اي فرصة يعني سامحة، حتى وانت بتعمل اكل على البوتاجاز كده، تبقى حاسس بعنصر النار، وهو يعني شايفه كده ومراقبه ورايح جاي عليه، حاسس بيه حي حواليك يعني. ده هيساعدك جدا ان انت تنظف من الحزن المتراكم جوه جسمك. في حزن بيبقى في اجسامنا، احنا عقولنا مش قادرة تحسه، اتدفن في اجسامنا. العناصر، اجسامنا اصلا يا جماعة من العناصر، فلما تخلي العنصر يتواصل مع العنصر، يعني انت بتخلي العنصر النار في جسمك يتواصل مع العنصر النار اللي براك، فده اكيد بيفيد جسمك يعني. عايزة تقولك ايه تاني؟ عايزة تقولك ايه تاني؟ تقولك اوقات لما تكون حاسس بوحدة او حاسس بخواء كده جواك او حواليك، ولع شمعة وتأملها وتنفس معاها، اعتبرها بتتنفس وشاركها تنفسك، هتساعدك انك تتنفس وانك تحس بصحبة. ايه كمان عايزة تقوله لك؟ هتجيب لك الشمعة هتوصل لك رسائل كتير، رسائل حتى من ناس بتحبهم او ناس انت مستني تتكلم معاهم، ناس رحلوا، سواء رحلوا عن العالم ده او رحلوا عن عالمك، يعني هتخليك تتواصل مع اي حد، توصل لك رسائل من الناس دي، هتحسها في قلبك واحدة واحدة، هتحس ده في قلبك واحدة واحدة. طيب تعالوا اخد لكم بقى ايه تواصلك مع النار بيفيد جسمك بقى ازاي، جسمك نفسه بشكل مادي بحت. يا مجموعة 2، تواصلك المباشر مع النار بيفيد جسمك ازاي؟ لكم 4 كروت زي المجموعة الأولى. يا ربي الكارت الأولاني اللي هو فاميلي، اللي هو فيه أقواس كده، اللي هو بنت حضنة مامتها، قوسين، اجتماع قوسين، في طاقات عالية ومحبة جدا هتتواصل معاك لما
هتحسسك بمحاوطة ونوع من الأمان كده، هتربطك بطاقة إلهية كده تطمن قلبك. وتفتح كده مسارات خضرة جوه جسمك ووسع جوه جسمك، هتخليك قادر تغمض عينيك لأوقات طويلة وتحس فعلا بقرب أي حد بتحبه، حتى لو انت فعليا مش بتقابل الشخص ده او انت مفتقده جدا. هتحس مع يعني إلهام النار وخيال النار. بص الشمعة والله الضوء بتاعها بيزيد بطريقة جميلة جدا. هتحس بمعجزة الصحبة دي، انه دي ايه هي طاقة من روح الله بترسلك برا المكان والزمان وتوصلك طاقات غالية عليك. النار هتساعدك، يعني لما تفتح نار، لما تشغل شمعة وتحس بأنسها كده جنبك، هتساعدك على استخدام ايديك اكتر. يعني انت لو بتستخدم ايديك في الشغل، ده هيعينك اكتر ان انت تستخدم ايديك. والهاند هنا برضو ليها في الرمز الباطني وجين 53 هتساعدك تفهم لغة الكون اكتر وتنتبه ليه اكتر. لكن كمان على المستوى العادي المفهوم اللي يخص حياتك اليومية، هي هتساعدك تستخدم ايديك. والله دي فكرة حلوة بالنسبة لي انا كمان، لان انا عندي التهاب مزمن في الاوتار وعضلات جسمي كله، اسمه التهاب تليف عضلي ليفي. فلما باجي اكتب شوية صغيرة قوي، ايديا بتوجعني جدا، صوابعي بتتصلب فده حتى اقتراح مناسب ليا جدا ان انا افتكر دايما انا بعمل ده اكيد، بس بنسى، يعني برجع تاني للعقلية بتاعت ايد، خلاص مش مهم اشغل الشمعة دلوقتي عشان دوني حر. فاهم ازاي؟ احنا عقلنا بيضحك على بيسلب مننا الاتصال العميق بالطاقة من خلال الافكار اللي شبه كده، الافكار العملية. ف ان انا اخلي جنبي شمعة، احط ايدي عليها كل شوية بحيث ان هي حتى تلين التصلب ده، او ما تخليهوش يجي بسرعة. يعني انا ببقى بكتب حاجة ومنهمكة فيها، غصب عني بضطر اسيب القلم والورقة، لانه وببقى لسه يعني منهمكة جوايا، الطاقة فايرة لكن مفيش قدرة، لان كل ما بحاول حتى صوابعي بتتصلب. فده طبعا حل جميل جدا يعني، او فكرة جميلة جدا تقدر تعين حتى لو فرقت بشكل بسيط مش كبير. نعمة ورضا يعني. الكارت ده جه في المجموعة الاولى alone time. وقلت انه حتى ده بيخليك متصل مع طاقة الانوثة اللي جواك، طاقة روحك، طاقة عقلك الباطن. البنت جسمها جوه الموجات، الطاقة الموجية اللي في الكون، طاقة الأنثى. وحواليها الدايرة اللي هو في محاوطة في محاوطة من الشمس، عنصر النار، والمية والدايرة والهواء شعرها طاير. فاتصالك بالنار هيخليك في اوقات اللي انت فيها لوحدك تبقى حاسس ان انت محاط بكل العناصر، وكل العناصر في جسمك في نعمة في بليس، يعني في حاسس كده ان انت
حاسس بيها قوي ومتصل معاها جدا. ماشي. هتعملك حركة في جسمك بقى، الحتة اللي احنا قلنا عليها، الركود اللي يحصل لك في جسمك ده، التجذر الزيادة ده، هي هتحرك يعني يعني بص، النار مهمة بالنسبة لك جدا والله، بجد بجد يعني. شايف عاملة الهالة ازاي، محركة الهالة من بره، فبالتالي جسمك كمان الركود اللي حاصل له من فرط التجذر الزيادة ده هيفك. طبعا بالمداومة، مش انك تشغل شمعة وتقعد جنبها قاعد يعمل كده، لا، شغل شمعة وعيش معاها الخيال اللي احنا قلناه في القراية ده، اسمع القراية دي كتير كتير عشان الفكر ده يدخل ويتوكد جوه قلبك وروحك، وتبقى حتى غصب عنك وانت ماشي كده في الشارع لقيت حد مولع نار، تحس ان النار، رؤية النار نفسها كده يعني حركت جسمك ودخلت جواك الاحساس اللي بدأ ينمو جواك. فاهمين يا جماعة؟ هو ده العالم الحقيقي بتاعنا اللي المفروض نعيش فيه، مش العالم اللي خلقه عقلنا، اللي مخلينا منفصلين عن آه، حقيقة خلقنا أصلا، والعناصر اللي ربنا خلقها في جسمنا وموكلها ت... تلهمنا بطاقات معينة في جسمنا وهكذا، من كل اللي احنا بنقوله في كل قرايات الطور. ماشي يا مجموعة 2، شكرا لكم جدا، وصور لكم الكروت بتاعتكم هتلاقوها في الكومنتس، واشوفكم في قرايات تانية بإذن الله. باي باي.